السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قلبي اللي منوريني على قناتي قناة إبداعات ودينا أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا حبة مخلفات كده، عندنا بوتيون أزايز، عندنا علبة غيرة فيدجت، عندنا قطعة كرتونة مدورة. هنعمل ايه يا بوسي؟ والله ما عارفه نعمل ايه من الحاجات اللي عايزه تترمي دي؟ اتفرجوا عليهم كويس دلوقتي علشان هتشوفوا ايه هيتحولوا لايه. احنا هنحول الحاجات المخلفات دي لحاجه ان شاء الله تحفه. كل اللي انا عايزاه الشمع باقل تكلفه. هعمل لكم حاجه وهم باذن الله. قطعه ستان كده صغيره عندي اهي، بصوا قطعه صغنطوطه اهي مش محتاجه كتير، وعاوزه القطر، وعاوزه كيس قطن وعاوزه عروسه. تمام، هقول لكم القطن نعمل بيه ايه دلوقتي. المهم اول حاجه هنعملها ان انا هفتح مكان، طبعا زي ما عملت لكم قبل كده الفكره الحصري اللي كانت عروسه المولد. فاكرين لما عملت لكم عروسه المولد حصري؟ الحمد لله بفضل الله. هعمل لكم برضو حاجة، بس الفرق ما بدل علبة الجل هتبقى علبة غيرها. هنفتح طبعا، هنسيبها مقفولة، وهنفتح الغطا من هنا كده الجزء ده علشان ندخل عروساتنا. يلا بينا يا حبايب قلبي. فتحنا الغطا بحيث ندخل منه العروسة هنا زي ما عملنا في علبة الجل بالظبط. هنقفلها كده. سمي الله بقى. فيديو سهل وبسيط هعمل لكم النهارده ماما نويل، بس بطريقه تحفه وجميله وهتبقى شيك. وتعالي قولي لي لو اشتريتيها من بره هتعمل كام. هنغلف. اول حاجه هنعملها، انا مش عايزه اهدر الحته، هي حته ستان صغننه، مش عايزه اهدرها برضو، ممكن احتاجها في حاجه. تمام، بصوا بقى هغلفها عادي، هغلفها بالاحمر كده، بس لازم احمر طبعا يا جماعه. هغلفها كده بالشمع. يلا بينا، مش محتاجه دي بقى، وهعملها بالفيديو السريع. اهو يا حبايب قلبي غلفنا العلبه. هنعمل فستان عادي جدا لعروستنا وهندخلها هنا، نفس اللي احنا عملناه في العروسه اللي عملناها في عروسه المولد، هو الشغل، مع الاختلاف طبعا في حاجات كتير. تمام، هنبدأ اننا نلبسها. عاوزة قطعة مش كبيرة قوي، لان كل جسمها ده هيخش جوه العلبة كده مثلا. تمام، حاجة بسيطة كده. هقص دول بقى واقفلها. يلا بينا. حبايب قلبي غلفنا علبتنا زي ما انتم شايفين، علبة الغيرة بتاعتنا. حطينا قطعة بسيطة كده من الستان على العروسة، عملنا لها فستان بكل بساطة وكل سهولة. دخلناه من الايدين وقفلنا من ورا اهو، بصوا، ورحنا مدخلينها زي ما عملنا بالظبط. دخلناها من الغطا اللي احنا قاصينه زي ما عملنا عروسة المولد بالظبط. عندي قطعة، طبعا عايزين بقى كده الطرطور، نعمل الطرطور بتاعها. اي قطعه كده. بصي مش لازم بقى نبقى احنا قاصين ولا احنا مبدعين ولا احنا بنعرف نفصل. بصوا هعمل لكم طرطور بكل بساطه بكل سهوله. قطعه عشوائيه اهي،
تمام. ده انا بس عايزه اسهل لك الموضوع جدا، مش عايزه اصعب حاجه عليكي. اهو هقفل دي على دي برضو بالشمع. بس انا بوريكي كمان ازاي تعملي طرطور بكل بساطه وكل سهوله من غير ما تصعبي اي حاجه على نفسك كده. بصوا احنا تانينا بس اهو اهو. هنبدأ حاجة كده سهلة، حاجة كده بسيطة، حاجة كده ما فيهاش شغل يعني. بقفل اهو من هنا قفلتها. انا جبت قطعة ستان وبقفلها بالشكل ده. تمام. تعالي كده وقفلي الجزء اللي تحت ده خالص كده، خليه كده اهو بالشكل ده، زي الفل زي الفل اهو كده. وسع بس من هنا كده شوية، ونروح مدين تانية كده بسيطة. بسهل لكم الموضوع خالص اهو، مش محتاج حاجة خالص. قبل ما البسه لها اجيب القطن بتاعي واخد. وضحي يا بص، انا عايزك توضحي كده. تجيب القطن وتلفي بقى كده. تمام. بص وضحي لي شويه. انا مش شايفه كويس. انا كمان عشان بعمل باستعجال هدخل شعرها او اسيبه احسن. استني بس. طبعا هظبط، هاجي بس كده هنا ماما نويل. ماما نويل. ما هي ماما نويل. استني بس عشان انا في شكل في دماغي عايزه اعمله للزعبوط بتاعها كده. بس هظبط الشعر طبعا. تمام. بصوا عملنا الطرطور اهو، لسه هظبط طبعا. طيب نخليها هنا دلوقتي كده، وهنجيب الكرتونه بتاعتنا. قبل اي حاجه هعمل كده واعمل رجول للكرتونه كده. هاتي بصي
اهو. تمام، علشان نرفعها بس من الارض. هنيجي بقى بالقطعه اللي فاضله دي ونروح مغلفين الكرتونه من قدام. طيب اقفلي يا بوسي، نغلفها بالفيديو السريع، هي مش مستاهله، ونرجع تاني. يا حبايب قلبي غلفناها كده بالشكل ده. تمام. طيب بصوا، لا خدنا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. هنجيب القطن بتاعنا وهنعمله كده. خدي بالك بقى من الخطوه اللي جايه دي، عشان التشطيبات الاخيره دي مهمه. تمام كده. وهبدا بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي كده وتبدأي تلزقي القطن بتاعك داير ما يدور كده. بصي انت لسه مش متخيلة الشكل؟ مش عارفة. لا انا متخيلة بقى، برسمه في دماغي من امبارح اهو. بس هتشوفوا في الاخر ان شاء الله شكل يعجبكم وحاجة جديدة وهتبقى حلوة بإذن الله. تلج. ده ايه؟ تلج. اهو تقريبا. بصي بس هنعمل كمان كده في العروسة نفسها كله اهو يا حبايب قلبي. كده طبعا ما تستعجليش، انا يعتبر مستعجله كمان عشان فاتحه لكم الفيديو اهو. تمام. وهاجي اعمل كده، احط الشمع بقى حلو وفي النص والزقي. تمام. طيب يا روجي، ها هتعملي ايه تاني؟ هاجي عايزه اوريكم بس في العلبه من تحت كده، وابدا برضو داير ما يدور الزق الشكل ده في دماغي وانا رسماه، وان شاء الله هيطلع زي ما انا رسماه. ما تستعجليش دلوقتي على حكمك فيه اهو. وبصوا بقى عشان برضو الفيديو كده هيبقى طويل، هسيب كده قد عقلة صباع كده واعمل برضو صف تاني وهكذا وهكذا وهكذا. يلا بينا بقى بالفيديو السريع. اهو يا حبايب قلبي بصوا كده. تمام. هاجي بقى الفرع ده كده وابدأ الفه كده على حرف الكرتونة نفسها كده.
كده يا حبايب قلبي. هلف عليها بقى كلها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش الفيديو. اهو يا حبايب قلبي بقت بالشكل ده. لزقت كده الزعبوط او الطرطور بتاعها اهو كده، مدي كده شكل الطف. صح يا بوسي؟ من ورا بس ما شعر عايز يرجع ورا ومن قدام. ما هنظبط شعرها دلوقتي. هنيجي بقى للديكورات الاخيره. بصوا حبايب قلبي زي ما وريتكم في الديكور بتاع الازايز، هنعمل برضو علقات ليهم هنا وهنزوقهم. وعندنا اهو بابا نويل، هنعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الديكورات الاخيره دي بقى هنلزقه بالشكل ده كده الشمع بس ينشف. تمام. وهنبدأ اوزع دول هنا كده. وضحها بس عاوزة تحطي فرع نور حطي، يعني عاوزة دي بقى حاجة بترجع لك انتي بقى يا حبيبة قلبي. عايزة تحطي فرع نور حطي اهو. وهاجي دول بعد ما اعمل لهم العلاقات احط 2 في ايديها من هنا ومن هنا. يلا هخلص تشطيباتي الاخيره دي واوريكم الشكل النهائي. حبايب قلبي بعد ما حطينا الديكورات الاخيره، ايه رايكم بقى في الجمال والدلع والحلاوه اللي مش هتلاقيها الا على قناتي وبس بفضل الله. انا بقى من انصار ان الست هي كل حاجه. زي ما عملنا كنا اول ناس نعمل عربيه الفول اللي بتبيع واحده ست، وعربيه الكنافه اللي بتبيع واحده ست. النهارده برضو عملنا ماما نويل حصري الحمد لله. على فكرة شكلها تحفة تحفة تحفة. التليفون ظالمها يا جماعة اقسم بالله. معلش ان التليفون بتاعي بجد مش مبين جمال وحلاوة الشغل. المهم انها من ايه يعني. زي ما عملت لكم كنت مبسوطة جدا ان الديكور بتاع الازايز عجبكم وكان حصري بفضل الله. برضو النهاردة بعمل لكم ماما نويل حصري اهي. والمهم انها من ايه، من المخلفات. تعالي صوري دي بقى. انا عايزاكي تاخدي الصورة دي سكرين شوت ووديها عند محل مش اقل من 250 300 جنيه علشان تشتري الجمال والتحفة دي. ايه رأيك يا بوسي؟ تحفة تحفة بجد. جميلة جميلة. بعد ما اخلص لسه فاضل فيديوهين تاني لراس السنة بعد ما انزلهم. تمام. بعد ما انزلهم ان شاء الله هنزل لكم بقى فيديو بكل الشغل اللي احنا عملناه السنة دي وجمال الشغل اللي احنا عملناه السنة دي. زي الفل يا بس. زي الفل. يلا الفيديو عجبكم قناة ابداعية ردينا نفيدكم. اوعوا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانتظرونا في فيديوهات جديدة وتجارب جديدة وابداعات جديدة. باي باي.